السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي بقناتي سو كروشيه سنارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح أشتغل وياكم هذا الشكل المربع كلش حلو وسهل. راح أستخدم 3 ألوان من كل لون شي قليل. استخدمت رقم السنارة ويا هذا الخيط كل مرة 2.10 ملي. هذا الخيط راح استخدمه. انتو حسب خيطكم وسنارتكم تشتغلون حبايب. واذا عجبكم الفيديو الاشتراك بالقناة ونشر فيديوهات الى اكبر عدد واللايك. ويلا حبايبنا نبدي وياكم الورشة. حبايبنا قياس المربع 13 سنتيم. نبدي عقدة البداية. نشتغل زنجيل 80 غرزة. نحسب 80 غرزة حبايب. هاي 80 غرزة. نسد بداية الزنجيل على أول غرزة، غرزة منزلقة، نرتفع 3 غرز، 1 2 3. وهذا الخيط ويا الشغل نخفيه. نحسب هذا أول عمود. بكل غرزة نشتغل عمود بلفة 8 أعمدة. هاي 2 والغرزة اللي بعدها 3 4 5 6 7 8. 8 أعمدة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8. زنجيل نشتغل 9 غرز. يعني الزنجيل هو هذا أنا أسميه زنجيل. نشتغل 9 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نشتغل عمود بلفة بالغرزة اللي بعدها. غرزة اللي بعدها عمود بلفة. يعني هنا 4 أعمدة. هاي هنا 2 بكل غرزة عمود بلفة. عندنا هنا 4 أعمدة والعمود الخامس عمود بلفتين بهذا الشكل. بهذا الشكل حبايب. ما نكمله ونشتغل عمود باللفتين، عمود ثاني، ونترك هنا 2 غرز، وبالثالث نشتغل عمود بلفتين، 1 2 3، وبالثالث عمود بلفتين. نشتغل 4 أعمدة عمود بلفة بكل غرزة.
نفس هذا الشغل. احنا هنا اشتغلنا 8 أعمدة عمود بلفة، بعدين زنجيل 9 غرز. هنا اشتغلنا عمود بلفة بصف هذا العمود، وبعدين اشتغلنا هنا 4 أعمدة والخامس عمود بلفتين، وتركنا غرزتين، وبالثالث عمود بلفتين اشتغلنا بهذا الشكل. حبايب واضح ان شاء الله. وهسه هنا راح نشتغل زنجيل هم 9 غرز نفس هذا الشغل. هاي 9 غرز وعمود بلفة، نشتغل 8 أعمدة. يعني هنا الغرزة اللي بعد هذا العمود نشتغل هذا 1 2 3 4 5 6 7 هاي 8. نفس هذا الشغل هنا اشتغلنا، وبعدين نفس هذا الشغل نشتغل هنا. يعني نكرر الشغل، لازم يصير مثل هذا الشكل 4، يعني 4 أركان حتى يصير مربع عندنا. زنجيل 9 غرز، عمود بلفة، الغرزة اللي بعد هذا العمود بلفة نشتغل هنا عمود بلفة، 4 أعمدة عمود بلفة، والخامس عمود بلفتين. بهذا الشكل بنكملها كل هالغرزة، ونلف ردود على السنارة لفتين، نشتغل عمود بلفة ثاني، نترك هنا غرزتين، وبالثالث نشتغل 1 2 3 عمود بلفتين، ونكمل عمود بلفة 4 أعمدة، ويا هذا العمود يصيرون 5 أعمدة. بهذا الشكل حبايب. نشتغل غرز 9 و8 أعمدة عمود بلفة بكل غرزة. ثمان أعمدة عمود بلفة. حبايبنا بهذا الشكل شغلنا، يعني هنا 8 أعمدة اشتغلنا، بعدين نفس هذا الشغل هنا زنجيل غرز، يعني 9 غرز، بعدين نفس هذا الشغل هنا 4 أعمدة وعمود بلفتين، ونترك غرزتين، وبالثالث عمود بلفتين، وبعدين 4 أعمدة
وبعدين هنا هم 9 غرز و8 أعمدة، وهكذا لحد نوصل لهنا. زين حبايب، يعني هذا نكرره هنا، وبعدين هذا ردود نكرره هنا، وبعدين هذا الشغل هم هنا نكرره. إن شاء الله واضح وسهل. أكمله حبايبنا. وصلت نهاية السطر. هاي عندنا ذني 4 مكانات، وذني هما تانية، عندنا هم 4 هنا 4 أعمدة وعامود بلفتين، وتركت غرزتين، وبالثالث عامود بلفتين اشتغلتهم سوية يعني. ونشتغل هنا 4 أعمدة فوق كل غرزة. هاي 1 2 3 4 9 غرز. 1 2 3 4 6 7 8 9. هنا عندنا ارتفعنا 3 غرز، بثالث غرزة غرزة منزلقة نشتغل، وغرزة للتثبيت، ونقص الخيط، نبدل اللون الخيط. وهاي الخيوط بعد الزايدة ويا الأبرة التنظيف نخفيهن أو ويا الشغل. هذا هنا عندنا أول سطر. عندنا اللون الثاني، عقدة البداية، نترك هذا العمود، ثاني عمود نشتغل. هاي هنا مكان 8 أعمدة، أي مكان تردون تشتغلون. نرتفع 3 غرز. هاي 1 2 3. فوق كل عمود عمود بلفة، 2 ويا الارتفاع، 3 4 5 6 أعمدة. نترك منه عمود ونترك منه عمود، بكل سطر من راح نشتغل نترك منه عمود ومنه عمود. هسه 9 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا نشتغل على أول عمود، عمود بلفة، اثنين 3 أعمدة، ونجي هنا عمود بلفتين. ما نكمله هذا الشكل، ونشتغل عمود بلفتين العمود الثاني. نترك هذا هنا الغرزة، نشتغل بالغرزة الثانية، نترك هذه الغرزة بالغرزة الثانية عمود بلفتين، عمود بلفة فوق كل عمود. عندنا الأول سطر اللي اشتغلناه 5 أعمدة، السطر الثاني عندنا 4 أعمدة و9 غرز. نشتغل 1 2 عمود بلفة فوق كل عمود، نترك منه عمود ونترك منه عمود، ذني اللي 8 أعمدة. نترك هذا العمود نشتغل بهذا العمود عمود بلفة 6 أعمدة، 1 بصف الثاني.
و9 غرز. على أول عمود. ثلاث أعمدة عمود بلفة، وهنا عندنا هذا الرابع عمود بلفتين. نترك هذه الغرزة، ثاني غرزة عمود بلفتين، وفوق كل عمود عمود بلفة. و9 غرز. نترك هذا العمود بثاني عمود عمود بلفة، وفوق كل عمود عمود بلفة 6 أعمدة. وهكذا شغلنا داير ما داير نفس هذا الشغل. أكمله. حبايبنا وصلت نهاية السطر. هنا الزنجير 9 غرز، وهنا بثالث غرزة غرزة منزلقة 6. وغرزة للتثبيت، ونقص الخيط ونبدل حتى اللون الخيط باللون الثالث. عقدة البداية، نترك هذا العمود، نرتفع 3 غرز. هذا 1 2 3 عمود بلفة فوق كل عمود، وهذا الارتفاع نحسبه عمود 1، وهذا الثالث، وهذا الرابع. هذا السطر الثالث. نترك منه عمود ونترك منه عمود، يصير عندنا هنا 4 أعمدة. 9 غرز. هنا عمود بلفة على أول عمود، واحد 2 وعمود بلفتين. نترك هذا العمود بهذا العمود، يعني نترك قصدي غرزة واحدة بثاني غرزة عمود بلفتين نشتغل. وعمود بلفة فوق كل عمود. يعني راح يصيرون هنا عندنا 3 أعمدة ويا العمود بلفتين، و9 غرز. نترك هنا عمود بالعمود الثاني عمود بلفة. تسع غرز. على أول عمود عمود بلفة، ثاني عمود عمود بلفة، بثالث عمود عمود بلفتين. نترك غرزة بثاني غرزة عمود بلفتين.
عمود بلفة بهذا الشكل، و9 غرز، وهكذا لحد داير مداير نكمله إن شاء الله واضح. ب9 غرز، وهنا فوق كل عمود عمود بلفة نترك منه عمود ونترك منه عمود، يعني يصير عندنا هنا 4 أعمدة و9 غرز، وهكذا نفس هذا الشغل هنا ونفس هذا الشغل هم هنا ونكمله. حبايبنا كملت السطر الثالث. هنا اشتغلت 9 غرز، سديتها بثالث غرزة غرزة منزلقة، وقصيت الخيط ونبدل اللون الخيط باللون الأبيض. نترك هذا العمود بثاني عمود. عندنا هنا عقدة البداية، ثلاث غرز نرتفع، 1 2 3، عمود بلفة ويا الارتفاع، وهذا العمود بلفة ينحسبن 2، يعني نترك منه عمود ونترك منه عمود، يصير عندنا 2 أعمدة و9 غرز. يعني عندنا هذا السطر الرابع، عمود بلفة على أول عمود، عمود الثاني عمود بلفتين، نترك هذه الغرزة بثاني غرزة عمود بلفتين، عمود بلفة، 9 غرز. نترك أول عمود بثاني عمود عمود بلفة، والبعده عمود بلفة، ونترك هذا العمود، 9 غرز. عمود بلفة على أول عمود، بثاني عمود عمود بلفتين، نترك هذه الغرزة والغرزة الثانية عمود بلفتين، عمود بلفة، و9 غرز، وهكذا لحد نكمل داير مداير. حبايبنا كملت السطر الرابع هذا الشكل. عندنا بعد السطر الأخير هذا اللون مثل لون البداية، عقدة البداية على أول عمود، ثبت الخيط ونرتفع 3 غرز، 1 2 3. العمود اللي بعده عمود بلفة، تسع غرز، عمود بلفتين على أول عمود، عمود بلفتين ثاني، نترك هذه الغرزة بالغرزة الثانية عمود بلفتين، بهذا الشكل حبايب، 9 غرز. هكذا داير مداير، 9 غرز، وهنا عمود بلفتين ونترك هذا العمود، وهنا هم عمود بلفتين،
و9 غرز، وفوق كل عمود عمود بلفة، وهكذا لحد نكمل السطر. نفس هذا الشغل حبايبنا. وكملت السطر الخامس بهذا الشكل صار عندنا. يعني هنا عندي ب3 غرزة سديتها بغرزة منزلقة وقصيت الخيط. هسه شنو راح نشتغل بهذا الشكل ذني الزناجيل. عندنا هذا هنا أول زنجيل بهذا الشكل راح نلفه بهذا الشكل، وهذا الزنجيل طلعه من هذا الزنجيل، من هنا ندخله ونسحبه بهذا الشكل، ونلف هذا بهذا الشكل. وهذا هم تانية الزنجيل الثالث هم ندخله ونسحبه بهذا الشكل، وهم نلفه. وعندنا هذا الزنجيل الرابع واللفة. عندنا بعد هذا الأخير هم تانية ندخله ونسحبه بهذا الشكل. بهذا الشكل حبايب، هاي كل ذن الزناجيل بهذا الشكل نشتغلهن. أول زنجيل اللفة، ندخل الزنجيل الثاني ونسحبه واللفة، الزنجيل الثالث هذا الشكل حبايب، واللفة، الزنجيل الرابع. تردون بالسنارة، تردون هو هالشي بعد بإيدكم، يعني شو أسهل يعني بهذا الشكل. أنا يعني بأصابعي أشتغلها. واللفة، وعندنا آخر زنجيل الخامس بهذا الشكل. هذا الشكل حبايب. هاي نكملهن داير مداير نفس هذا الشغل اللي اشتغلته. زين عيني ان شاء الله واضح. اكملهن حبايبنا. وهذا الشكل المربع سنجيب الأبرة ونلضم بها خيط، شيء قليل يعني من الخيط، وحتى أنسدها بهذا الشكل. ونطلع الخيط من داخل هذه الدائرة. نشد الخيط ونسدها هذه الدائرة
وبعد نخفي هاي الخيوط داير مداير حبايب. حبايبنا بهذا الشكل المربع مالتنا. ساعدنا بعد سطر أخير داير مداير نشتغل غرزة حشو. عقدة البداية أي مكان تردون تشتغلون، بهذا المكان أنا راح أشتغل. ثبت الخيط غرزة واحدة وبنفس المكان غرزة حشو، وهاي داير مداير غرزة حشو، يعني هنا بين الأعمدة، مو هنا حبايب، بين الأعمدة داير مداير غرزة حشو نشتغل. أكمل يا حبايب الحد اللي هنا. حبايبنا وصلت مكان هاي هنا الركنية، أدي هذا هنا غرزتين غرزة حشو، وغرزتين، وهنا هم غرزتين غرزة حشو. هاي بكل ركنية بهذا الشكل نشتغله حبايب، يعني هاي الركنية هذه هنا هم هذه الركنية همات نشتغل نفس هذا الشغل، يعني غرزتين غرزة حشو بيناتهم غرزتين، ونكمل غرزة حشو. أكمل يا حبايب. حبايبنا وبهذا الشكل المربع داير مداير غرزة حشو. وشكرا على المتابعة ومع السلامة.